السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير في أفضل حال في صحة جيدة. كان عندنا واحد البصيص ديال الأمل في برنامج الحكم الآخر اللي كيجيب خبراء ديال التحكيم وكيهضروا على الحالات التحكيمية. كان عندنا واحد الأمل أنهم يبينوا الأخطاء التحكيمية ديال برادة في المقابلة ديال النظرية ديال بركانيا ضد الوداد الرياضي البيضاوي. أي واحد كان محايد وما كان عنده لا انتماء لا للوداد ولا النهضه، وما عندوش ديك نقولوا حنا واحد الدافع او واحد الكراهيه لا للوداد لا النهضه، غادي يحكم بان الحكم بالرضا ظلم فريق النهضه الرياضيه البركانيه. ولكن حتى هاد الخبراء اللي جابوهم في برنامج الحكم الاخر بقاو يبرروا للحكم كانهم تاثروا بدك الضغوطات وبداك الكلام ديال مواقع التواصل الاجتماعي. تفرجنا في شوف تيفي بقات يعني تبرر للحكم، كذلك تفرجنا في راديو مارس، يعني بزاف ديال المحللين ديال الصحفيين والمحللين كذلك برروا للحكم بالرضا. كذلك حتى في برنامج هذا الحكم الاخر نفس الشيء وقع. انا غادي نهضر بكل موضوعيه وبكل حياديه، وربي شهد ليا ورانا في رمضان. اللي تفرج في المقابله بالكامل، خلينا بضربة جزاء ديال خيري اللي ربما تكون ضربة جزاء ربما لا تدخل في احكام التقديري ديال الحكم، وكذلك ديال بول فالير دخل في الاحكام التقديري ديال الحكم، وكذلك حتى ديك لمسة اليد ديال جمال حركاس. ولكن انا كنعلق على الاخطاء التحكيميه اللي شحال من خطا، تقريبا شي 17 خطا لصالح النظريه البركانيه ما تصفرش. من ما تصفرش الاخطاء اللي كيكونوا واضحين وكتهرس الهجمات ديال فريق النظريه ديال بركانيه وتعصب اللعابه. شنو يعني هذا؟ يعني غادي تخرج اللاعبين ديال فريق النظريه ديال بركانيه من المقابله، ومن غير تخرج من المقابله ما تبقوش مركزين، ولهذا صافي راك درت الخدمه ديالك، وهذا الشيء كيعني انك ما درتش العمل ديالك على اكمل وجه. هذه رساله ديال لعشاق فريق النظريه ديال بركانيه. هاد الحمله اللي دايرين على فريق النظريه ديال بركانيه والحمله اللي كانت من قبل، هذيك الحمله اللي كانوا يقودوها الجماهير ديال الوداد الرياضي البيضاوي الصفحات ديالهم على فريق النظريه ديال بركانيه، كان هذاك الشيء مخطط له. وشفنا البارح يعني الاثار ديال ديك الحمله اللي كانت السابقه، وهذا الشيء اللي داروه البارح تعرف بان داك الشيء كان مخطط له. شفنا تعاليق من واحد منخرط في الوداد، كذلك واحد اخر دخل النهضه في المنشور ديالو. لهذا هادو يكيلون العداء لفريق النهضه الرياضيه البركانيه. هذه فرصه الجماهير النهضريه ديال البركانيه باش تصطف مور الفريق ديالها. فريق النهضريه ديال البركانيه حاليا دايرين ليه واحد الضغط، يعني من شافوه بانه فريق قوي على ارضيه الملعب، حاول انهم يجيبوا اساليب غير اخلاقيه باش يديروا الضغط على فريق النهضه الرياضيه البركانيه. اصلا الصفحه ديال اتحاد طنجه هي اللي نشرت الخبر اولا، موراها بجوج سوايع عاد نشرات الصفحه الرسميه ديال فريق النهضه الرياضيه البركانيه تاريخ او موعد المقابله ديال اتحاد طنجه ضد النهضه الرياضيه البركانيه. وهما هزوا داك التاريخ ديال الفريق ديال الصفحه الرسميه ديال النهضريه ديال البركانيه، ومشاو بقاو يقول لك بان فريق النهضريه ديال البركانيه عرف التاريخ ديال المقابله قبل العصبه الاحترافيه وقبل يعني كاع الفرق، وهذا غير صحيح. واصلا الادمي راه جاب التاريخ من يعني من الصفحه الرسميه ديال اتحاد طنجه. ولكن هما اللي استفدوا من التحكيم في المقابله ديال النهضريه ديال البركانيه ضد الوداد الرياضي البيضاوي وشي وحدين كيستادوا في الماء العكر. كيفاش يديروا؟ قال لك بان الجماهير ديال النهضريه ديال البركانيه دارت الشغب وضربات يعني المكونه بالقراعي. مع العلم راه واحد الصحفي
بركاني بين بلا واحد اللي ضرب مكونه بقرعه واحده، وما بغاوش دوك اللي كانوا تما ما بغاوش يضرب القراعي. يعني باش تعرفوا الاخلاق ديال الجماهير ديال النظريه ديال البركانيه. وعلى فكره النظريه ديال البركانيه منين طلعت القسم الاول وحتى من قبل، حتى في القسم الثاني كان الجماهير ديال النهضه ما كديرش الشغل، ما معروفش عليها نهائيا الشغل. وعلى فكره اللي تفرجت في المقابله ديال الذهاب ديال الوداد الرياضي البيضاوي ضد النظريه ديال البركانيه، كيفاش الجماهير ديال الوداد بقات تيري بالقراعي وداك الشيء موثق، كيبقى تضرب القراعي. لا المدرب معين الشعباني وكذلك اللاعب اللي كان في الاحتياط، ها كاين فيديو، كاين داكشي موثق، هودو عليهم القراعي كي الشتا، حتى واحد ما هضر، حتى واحد ما هضر. ولكن قراعه وحده ولا تشتغل باش تعرفوا ان هاد الناس هادو عندهم جوج وجوه، وعندهم الكذب حاجه اللي عاديه جدا، عندهم الكذوب بحال الشرب ديال الماء. واخا في رمضان ما عندهمش يعني انه كاين شي يعني يكون حنا واحد الوازع اخلاقي، لا، ما عندهمش داك الوازع الاخلاقي. عندهم الكذوب باش يديروا الضغط على الفريق، يعني يكون حنا اي وسيله عندهم حلال انهم يديروا الضغط على فريق النظريه البركانيه. ولهذا كما قلت لكم من قبل بان هذه الحمله اللي كانوا دايرينها على فريق النظريه البركانيه مخطط لها، ماشي داروها بعض الجماهير او بعض القاصرين، بل داكشي كان مخطط له من طرف شي ناس. وما نعرف هاد الناس هادو يعني بغاو يديروا الضغط على فريق نظري بركان باي وسيله، صحالهم انهم بداك الضغط هذاك غادي يخليو النظريه البريد ترتبك وما غاديش تلعب على لقب البطوله، وما غاديش تساير داك الايقاع. وزيد عليه واحد الحاجه هي اللي خايف بها ضد المغرب التطواني، الاتحاد التوارقه. واخا ان حنايا باقيين هاد المقابلات اللي يعني باقيين الفرص اننا ما تصلنا التطوان، عندنا فرصه ضد التوارقه موراها، يعني عندنا فرص في البطوله. ولكن انا خايف في كاس العرش من الظلم التحكيمي لهذا الضغط، وهذا الشيء اللي كيخلي او اللي كيدافعوا به على اخطاء تحكيميه ضد فريق النظريه ديال بركانيو، وكيبرروا الحكم اللي مشبوه به، اللي صفحات كثيره نشرت بان السيد عنده حب لفريق الوداد. شوفوا، ماشي عيب ان الحكم يحب شي فريق، ولكن خاصو يصرح بداك الحب ويقول بانني كنبغي فريق الفلاني، وما تعينونيش في دوك المقابلات لان كتقدر تغلب عليا العاطفه وما نقدرش نحكم مزيان. ولكن باش تبرر الحكم وتقول بان الحكم قاد المقابله بواحد الطريقه اللي مزيانه، هذه كيعني انك كتسوغ ليه باش يدير اخطاء جديده في حق النظريه البريكانيه، وكتفتح باب للحكام الاخرين باش يهودوا على فريق النظريه البريكانيه بالاخطاء التحكيميه. يعني يولي عندنا يعني فريق النظريه البريكاني واللي تعرض للمجازر التحكيميه في كل مقابله. وهذا الشيء اللي خايف به انايا، هذا الشيء اللي خايف به لا في كاس العرش ولا في المقابلات المقبله الفريق النظريه البركانيه في البطوله الاحترافيه. هنا غادي يبانوا العشاق ديال فريق النظريه البركانيه اللي يعشقوا الفريق، مش يعشقوا الباش ولا يعشقوا المجموعه. ورسالة المجموعه، اذا ما قدرتوش انكم تصطفوا مع الفريق في هاد الظرفيه هذه الصعبه وهاد الحمله على فريق النظريه البركانيه، بلا ما توليو العام الجاي، لحقاش العام الجاي غادي تكون حسابات جديده. الا تخليتو العام الجاي وما توقفوش مع الفريق في هاد الظرفيه هذه وما توليوش في هاد الظرفيه هذه، لا خاصة اتحاد التوارقه صافي ما عندنا ما نديرو بكم. واللي الفريق يعني او الجماهير ديال النهضه هي تسير راسها براسها، تولي تسير راسها براسها. المجموعه اللي كنتعيب على الجماهير العاديه اللي هي جماهير ديال الوسط والجماهير ديال المنصه كنعيبوا، كيقول لك زعما هما ما كيشجعوش الفريق وما كيوقفوش مع الفريق في الاوقات الصعبه. شفنا العكس، شفنا ان الجماهير ديال الوسط هي اللي وقفات مع الفريق في الاوقات الصعبه.
الجماهير العادية هي اللي وقفت مع الفريق في الأيام اللي كانت تحتاج الفرقة للدعم الجماهيري. نعم داكشي مش منظم. شفنا داكشي يعني لا ضد النادي المكناسي ولا ضد المغرب الفاسي ولا كذلك ضد الوداد. شفنا داكشي ما منظمش صراحة. يعني حتى الأهازيج ماشي بديك القوة ما كتكون المجموعة، ولكن حنا كل واحد على قدر المستطاع ديالو. لحقاش هادوك اللي كيكونوا في الوسط ماشي نقولوا حنا ماشي كلهم انهم يعني حافظين يعني حافظين داكشي ديال المجموعة وداكشي، ولكن هادشي كيتحمل المسؤولية ديالو المجموعة. الفريق النظري ديال بركانيا بغيتو ولا كرهتو كيتعرض لمجازر تحكيمية، خاصة ضد الوداد الرياضي البيضاوي تعرض لمجزرة تحكيمية وأخطاء تحكيمية كانت مؤثرة، خلات الفريق ديالنا يخرج التركيز ديالو. ومع ذلك في الشوط الثاني شفنا واحد نقولوا واحد الضغط، ولكن الضغط شكون اللي كان يهرسو؟ هو الحكم براد. نتمنى أن يلتفوا الجماهير النهضوية على الفريق. هاد الشيء مقصود، هاد الشيء بغاو يخليو فريق النظري ديال بركاني يخرج التركيز ديالو، ويخليوه انه ما يبقاش في التركيز ويتقصى من كأس العرش. خايفين من نهضة بركان، خايفين بالمستوى الكبير اللي كيقدموا اللاعبين ديال الفريق النظري ديال بركاني، خاصة هذا المستوى التصاعدي لفريق النهضة. شفنا واحد خط تصاعدي المستوى ديال الفريق مع معين الشعباني اللي قدر انه ينقل الفريق من انه في البطولة ما كانش يأدي مزيان الى فريق متماسك، فريق منسجم. نكتفي بهذا القدر، وديما نضع الرياضية البركانية حتى الموت.